شركة المهندس منسي لماكينات التعبئة والتغليف. النهارده بقدم لكم ماكينة لتعبئة الأعشاب الطبية وأعشاب اللي هي إيه للتخسيس. الماكينة سهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة عمالة مدربة، يعني أي حد يشغلها. كهربتها 220 فولت، كهربة البيت العادية زي ما انتم شايفين كده. الجسم الخارجي للماكينة سلستين عالي الجودة. أنا دلوقتي عندي عينة للماكينة اللي هو الباكت اللي هو زي البردوش زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بالتاج بتاعه زي ما انتم شايفين. ادي الكيس بالتاج بتاعه، وهنا ممكن تعمله على مرحله اولى والمرحله الثانيه، ممكن تخليه جوه الظرف ده زي ما انتم شايفين كده، وممكن تخليه لوحده كده زي ايه، زي اللي هو ايه اللي هو الباكت اللي هو الكيس اللي جوه بالتاج بتاعه زي ما انتم شايفين كده. ده مرحله وده مرحله، انت ممكن كنت تعمله على حسب المنتج بتاعك زي المرحله ديت، او تعمله على المرحله ديت زي ما انتم شايفين كده. نيجي نشوف الشاشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. تقدر هنا عدد الاكياس، وهنا الكيس اللي انت عايزه، ممكن الحجم بتاعه، وهنا زي ما انتم شايفين كده ده اللي بيشغلها زي ما انتم شايفين كده. الماكينه سهله وبسيطه جدا. ادي الكيس بتاعنا اللي هو طالع اهوت. ماكينه سهله وبسيطه جدا، مش محتاج عمال مضربه ولا اي حاجه. ادي الكيس اللي بيطلع زي هو المرحله الثانيه زي ما انتم شايفين اهو. كيس بردوش، تعمل لك ينزو بردوش، كركديه، تعمل لك مثلا جميع الاعشاب اللي هي التخسيس او الاعشاب الطبيه، اليانسون معاك ماشي، اي حاجه اعشاب تشتغل على الشاي الاخضر، كل حاجه تشتغلها اللي هو ايه حاجات طبيه او لحاجات للتخسيس. ماكينه من شركه المهندس منسي لماكينات التعبئه والتغليف، فرع حدائق القبه. كان معكم فني صيانه محمد صلاح.